طبعا قررت اصحى الصبح بدري زي المليونيرات. مش عايز اصحى الصراحة. مش عايز ابقى مليونير. بصراحة أعتقد إن مفيش مليونير في المنطقة بتاعتي ديت، يعني أنا الوحيد المليونير اللي صاحي دلوقتي. فمش قادر، نفسي أنام. والله انتوا لو تعرفوا أنا صاحي إزاي، أنا حرفيا مش قادر أصلا العظيم، يعني مش قادر. بس هنكمل يعني، لسه صاحي طبعا كده أنا صحيت أهو، ظبطت الدنيا وصليت 100 فل و14. فأقول لكم بقى إن احنا هنظبط النهاردة يوم فيه مفاجآت قد كده، يعني مش هنخليه يوم طبيعي طبعا. يوم واحد مليونير زيي أكيد هينزل يجري، أكيد هيلعب بالليل مثلا حاجة رياضة، أكيد هيعمل حاجة يعني في حياته، فاهم؟ هيشتغل. فيوم مليء بالمغامرات. طبعا دلوقتي قررت أعمل شاي. قررت بعمل شاي دلوقتي علشان بصراحة مش لاقي قهوة، القهوة خلصانة. أنا زعلان يعني، مستاء جدا. I'm miserable. شوف الإنجليزي أجنبي والله. أنا عايزكم تتعلموا بقى، خلاص اتعلموا. بنبدأ بده، ماشي. بناخد مثلا، مش عارف، مثلا معلقة، ماشي، معلقة مثلا ونص كده، نص كبيرة شوية عشان يبقى أطلع ده وأجيلكم. وورقة طبعا إيه هذا، نعناع. عظمة عظمة. الصداع بدأ يروح أهو الحمد لله. أنا أصلا مش مصدع لما صحيت، مصدع امبارح، بس أنا لسه فاكر عشان أصلا ما نمتش غير 3 ساعات مثلا أو ساعتين. طبعا حابب أقول كلمتين بقى كده بما إني بشرب الشاي، وأقول لك على حاجة. بعد الشاي دوت هننزل نجري. بس مش عارف عندي الطاقة دي إزاي، بس هننزل نجري سوا دلوقتي. بس بعد الشاي عشان إيه؟ عشان نفوق، مع إنه أقسم بالله نسي القهوة هو الشاي أصلا. أنا عاوز أقول بس كلمتين، إنه لو حرفيا كل واحد فينا عاوز حاجة يعملها هيعملها. والله العظيم اسمع مني، ان بجد انا ما كنتش متخيل ابدا اني ممكن اصحى اصلا ايه 5 ولا 5:30 ديت خالص، والدنيا لسه اصلا مستحيل، فاهم؟ بس حرفيا لما عوزتها وكنت قاعد عزيز مش قادر، بس اول ما افتكرت ان انا ايه، لا انا هصحى عشان اصور فيديو، قمت فعلا قمت. فانت لو عندك هدف في يومك انك تعمله، خلي عينك عليه بس، وكل شويه تفكر نفسك بيه، بس كده. طبعا قررت انزل اجري. كله نايم في البيت، ما كنتش اصلا عارف ان انا صاحي. هيتفاجئوا لما يشوفوا الفيديو دوت ان انا نزلت اصلا. طبعا انا ماشي لوحدي حرفيا، يعني مفيش حد موجود خالص. صدقوا ركبي وجعاني والله. قمر يا يوسف، قمر. حرفيا مفيش جنبي غير شمامين، يعني الشمامة بس، شمامين بس حرفيا. هو تقريبا اللي أصح الفترة ديت هو الشمامين والناجحين يعني. مش عارف. استنوا أمثل لكم مشهد تمثيلي لواحد راح يقتل اللي خانه مع مراته، صاحبه خانه مع مراته فهو راح يقتله. أمثل لكم مشهد تمثيلي دلوقتي. طبعا عمركم ما هتلاقوا حد بيجري ببنطلون جينز زيي، عشان انا مش عندي بنطلون غير شورت، وما ينفعش انزل بشورت يعني. وبصراحه ما عنديش شورت برضه. عندي شورت بس ايه، قصير كده، انا خلينا بالبنطلون ده احسن يعني. الصح يا جماعه. عموما انا مبسوط قوي، مبسوط والله العظيم، قمه الانبساط. يا ريت تكونوا انتوا كمان مبسوطين وتتفرجوا معايا. بصوا الجمال، والله حاجه جميله. انا مبسوط قوي ان انا صحيت كده. وانا كده بشب يعني، مش عارف انا ليه بشب، بس برضه اصلا مش عارف اصور وانا بجري يعني. الشمس بدأت تطلع شوية يعني، مش قوي الصراحة بس هي حلوة يعني. بس فهنرجع عشان انا جعان قوي. طبعا جريت حوالي ربع ساعة مش اكتر يعني، فاهم؟
كويس ربع ساعه قوي يعني، انا اصلا ركبي وجعاني وعندي ملعب بالليل. اوف ده حرقت لكم فلوج. عايزين تشوفوا مهاراتي بقى هبهركم. بس عموما انا عرفت هم ليه بيصحوا بدري. الصراحه فيها طاقه رهيبه، في حاجه مش مفهومه يعني، مش فاهم انا لحد دلوقتي بجد. طاقه نشاط يعني. انا مش متخيل ان انا اللي كنت لسه كنت لسه قاعد على السرير دلوقتي، مستحيل. طبعا غالبا بقى تفوتوا موجوده. الراجل لما خد طلبات قلت له عندك كذا صح كده؟ نفسي. طبعا دلوقتي هناكل طعميه بس، فيلا بينا ناكل. هو ده حلو بصراحه، مبسوط. فخلينا نطلع بسرعه بس. هنشوفكم فوق بقى، نشوفكم فوق. طبعا انا كده ريحت شويه، فهروح امنتج فيديو كنت عايز امنتجه واذاكر شويه وارجع لكم تاني نكمل. طبعا بما اني بعمل اندومي فعندنا حاجه مهمه جدا لازم نعملها، وهي انا اقول لك كلمه بس مهمه لازم اقولها. طبعا دلوقتي انا كده عدى حوالي كتير قوي من الوقت، قعدت مثلا اول ساعتين 3 4 نفذت كل حاجه حرفيا في اليوم كله اللي كنت بعمله طول اليوم، يعني مونتاج، افكار فيديو، سكريبت، اي حاجه بعملها. طبعا فيديوهات الفلوجات دي ما فيها سكريبت خالص، اي فيديوهات لازم ليها سكريبت بعملها، بتاع مونتاج، كل الحاجات الحلوه ديت. وكمان ذاكرت عربي وذاكرت حاجات تانية، فاهم يعني. خلصت كل حاجه تقريبا في 3 4 ساعات ديت. فانا عاوز اقول بس ان هو انا مش عارف اعمل ايه دلوقتي، يعني بقالي يعني قعدت مثلا حوالي ساعه برضه ولا ساعه ونص على الموبايل ومش عارف اعمل ايه بجد، يعني هروح فين تاني. طبعا وانا بعمل اندومي كده محتاج اقول حاجه للعظيم ابي يوسف المبجل. بيقول لك ايه بقى؟ يقول لك فشل بيموت عشان منه تتكون، ساعات هيجوا عليك وهتضطر تفوت، سيبهم للدنيا واتفرج من غير ما تجود، وساعات هتحس انك لسه بتبدا من الاول. دي المرحله اللي انا فيها دلوقتي. ابي يوسف ده فعلا عظيم، كل التحيه. لو انت بتتفرج معايا لحد دلوقتي فيا ريت تدوس اشتراك عشان احنا عملنا حاجات كتير قوي مع بعض، فعايزك تدوس اشتراك عشان نوصل 50 مشترك. طبعا انت متعود على 100,000 وملايين وكده، بس انا لسه 40 مشترك، فلو وصلت 50 مشترك على الفيديو ده او 100 مشترك يا خرابي ده انا هنتحر. طبعا مش هنتحر يعني، فعشان ما تخافوش حطوا انتوا بس الاشتراكات وانا تمام. طبعا دلوقتي انا عملت الاندومي، هتقول لي انت حاطه عليه كتاب، ايوه بغطيه بالكتاب عادي. فالمهم ان انت توصل من الحته اللي انت فيها ديت لاكبر عائد نفعي، يعني يا ريت تكون فهمت. انا مش فاهم انا بقول ايه اصلا. حابب اقول بس تحيه للعرب، يعني لبنان والاردن والكويت والسعوديه والعراق والمغرب والبحرين والامارات والسودان وجيبوتي وجزر القمر ولندن، يعني كل الاجواء المحيطه ديت. بحب اشكركم جدا عشان اكتشفت ان في ناس بتتفرج عليا منهم. اشترك في القناه وانت من اي بلد من دي، مغرب، كويت، سودان، اي كل اللي انا قلته ده عشان مش فاكر والله، في حاجات مش متذكرها، بس لو انت من منطقه العربيه عموما فاشترك. بحبكم، احلى مسا عليكم. بصوا يا جدعان، كنت قاعد كده وقلت ايه اقول لاي حد حبطني اكيد هو يتفرج على الفيديو ده، اي حد هيحبطني يعني. فاحب اقول لك هكمل غصب عن اي حد، هكمل وهنجح. مالكمش دعوه انتوا، ما تقلقوش، لا بس انا بقول كلمه لاي حد محبط يعني. وفي واحد انتقدني بيقول لي انت كده بتضحك يعني، كان في فيديو الشورت اللي فات، اخر فيديو شورت. الصراحه رديت عليه رد اهانه يعني، انا اسف، بس ما شتمتوش طبعا يعني، بس كان رد جميل يعني. فاحب اقول لكله انا هكمل، حتى لو الفيديوهات كلها بتجيب سالب واحد انا هكمل برضو. بس طبعا يا جدعان دلوقتي في ملعب وانا مبسوط، فهنشوف الملعب ده هنعمل فيه ايه، خليكم معايا طبعا. تعالوا نظبط الدنيا بس كده، هنظبط المصور طبعا، بس ايه رايكم الحلقه؟
طبعا واقف مستني دلوقتي ولاد الذين المفروض صحابي 2 هيجوا دلوقتي ايه يروحوا معايا يعني ويركبوا، بس مش لا مش لسه ما جوش. كله عنده نفس اصحاب انا هم اخواتي زوزة. لا سلم على الجمهور. وده ابو حميد العسليه. انا مش اخويا يا جماعه. بقاله ساعه، بقاله يومين 3 مزعلان مني والله، مش عارف ليه. والله العظيم ولسه. فهنروح اول الملعب واحمد اللي هيدفع اللوكر النهارده. يا جماعه انا بدفع لهم، انا خير عليهم. خيروا علينا كلنا الحمد لله. والاخ ده بقى الاخ ده اهو. الاخ ده اهو ده برضه انا خير عليه برضه كله. طبعا دلوقتي وصلنا الملعب، هذا الملعب النعيم. ايوه. فايه رايك في الملعب؟ وحش والله. ايه رايك يا احمد يا زيت الملعب؟ مش احسن حاجه. هو فعلا بصراحه بصوا مش احسن حاجه يعني، النجيله قصيره وشكله متبهدل خالص، فما انصحش حد يروح. اسم الملعب العالمي. دلوقتي هنغير. انا غيرت خلاص، هو اللي هيغير. الدولي غير. زياد هتغير ولا جيلي الشورت؟ زياد لسه. ماشي هغير انا بقى واجيب. طبعا يا جدعان لبسنا. انا كنت لابس والله في الفيديو اللي قبله. بس خلاص كده، ايه رايكم؟ امسك يا ابني ورينا اوفيت. لا مش كده، ماشي ما علينا خلاص. يلا 5 دقايق بس، اقول لك دقيقتين. بص يا يوسف، بص يا يوسف، بص يا يوسف. بس يلا نبدأ. طبعا الماتش خلص تعادل. احمد عايز تقول حاجة؟ يا زياد عايز تقول حاجة؟ كان اداك علامة يا زياد النهارده. والله العظيم صدق حلو. صراحة ماتش متعب قوي. كل ده عشان يوسف المفروض يقف المفروض اصلا ابراهيم مكان يوسف عشان ابراهيم رجله القويه اليمين. يوسف نفس حركه القويه اليمين، وعمل رجليه القويه اليمين. وانا اغلب الكره اللي جت بتجيلي هناك، ما اعرفش العب اصلا باليمين. بس بجد يعني حتى ابراهيم جات له كذا كره في النص، وجات له كذا كره. صراحة في الآخر أحب أقول إن هي مش بتصحى بدري أو ما تصحاش بدري، هو الفكرة بإنك تنجز قد إيه في يومك. حتى لو صحيت متأخر ممكن تنجز أكتر من اللي بيصحى بدري عادي جدا، بس أنت يكون عندك أصلا النية إنك تنجز في يومك، فاهم؟ يعني أنا صحيت بدري أهو، خلصت تقريبا كل حاجة لحد الساعة 12 مثلا، من الساعة 12 مثلا لحد دلوقتي ما عملتش حاجة أصلا مفيدة، فاهم؟ خلاص ما أنا خلصت كل حاجة، فمش محتاج أصحى بدري اللي هو أصحى 6 بدري للدرجة دي، فاهم؟ فأنت بتحسبها بعقلك بقى، فاهم؟ أنت محتاج يعني، بس هي نشاط عموما، بس انا شايف ان هي مش محتاجه خالص يعني. بس انتوا لو عايزيني مثلا اجربها لمده اسبوع كامل قولوا لي عادي، خلصانه. من هنا هننهي الفيديو يا زياد. يلا نقول سلام مع بعض. 1 2 3 سلام.